السلام عليكم حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الفل وصباح الهنا على عيونكم. يا رب تكونوا دايما بخير وفي اتم الصحة واحسن حال. اللي لسه داخل جديد على القناة ما تنسنيش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان ان شاء الله بإذن الله كل ما ينزل فيديو يجيلك اشعار بيه. اهلا اهلا بيكم جميعا، ويا رب دايما فيديوهات تنور رضاكم واعجابكم. وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلناه. احنا تقريبا بقالنا يوم ما نزلناش فيديو بس يعني شوية كده. تغيير الجو والمناخ ده مخلي البرد. يعني الحمد لله على كل حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. يا رب ان شاء الله بتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وصفة تكون خفيفة و لطيفة كده ان شاء الله بإذن الله على قلبكم، بمكونات سهلة ومقادير بسيطة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله نعمل مع بعض النهاردة طاجن كوسة بالبشاميل. وصفة سهلة ولذيذة شتوية شوية. اي حاجة بيخش فيها تسبيكات بقى وصلصة وكمان بشاميل بتبقى حاجات بتدفي اكتر. يلا مش هنطول كتير، قبل ما ندخل في الفيديو نقول بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان ان شاء الله بإذن الله عائلتنا تكبر بيكم. يلا بينا نشوف مقاديرنا هتبقى عبارة عن ايه، وان شاء الله بإذن الله تبقى مقادير سهلة وبسيطة. هنحتاج معايا نص كيلو من الكوسة. هضيف عليه بصلاية وسط، وكمان نص قرن فلفل سبايسي، يعني لقيته سبايسي قوي فما حبيتش احط واحد سليم يعني، فاخدت نص بس استكفيت بيه. قطعت الكوسة، قشرتها وقطعتها تقطيع وسط. طرنشات وسط، مش رفيعة ومش تخينة قوي. وفرمت كمان البصلاية وقرن نص قرن فلفل سبايسي. انتي وراحتك، حابة تضيفيه براحتك، حابة تشيليه براحتك، هو بيدي تيست حلو قوي معاها. طاسة ناشفة خالص على النار. تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه مع بعض. طاسة ناشفة خالص على النار، ابتديت انزل بكمية الكوسة. طبعا انت بتبقي غسلاها مغسولة نظيفة ومتقشرة ومتقطعة. هنزل بيها ناشفة زي ما هي كده على طاسة ناشفة. هحمر فيها شوية بدون اي دهون خالص، واول ما احس ان الكوسة ابتدت تغير لون بسيط جدا معايا، هبتدي انزل بمعلقة من السمنة البلدي الكبيرة. وهقلب الكوسة كويس جدا على نار عالية. هبتدي ان انا اشوحها كويس. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الملح. وكده بهرت الكوسة بقى، وهقلبها كويس جدا جدا، هشوحها بمعنى اصح. بعد ما هقلب الكوسه كويس جدا هجيب بقى الطاجن اللي انا هستخدمه. بصوا اخدت معايا لون بسيط جدا. الكاميرا هنا كانت بكسلت شويه، ادت درجه لون صفار شويه كده. هتظبط ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هحاول اظبط الاضاءه الفتره اللي جايه عشان التصوير يكون اوضح من كده باذن الله. جبت الطاجن اللي انا هشتغل فيه. هشتغل في طاجن بايركس، ممكن تشتغلي عادي في طاجن فخار، وممكن كمان تشتغلي عادي في صينية ألمونيا. اي حاجة المتاح معاكي اشتغلي فيه على طول. جبت الطاجن وحطيت فيه الكوسة، وبعد كده هنزل على السمنة. معلقة السمنة اللي معايا هعمل بيها الوصفة بتاعتي. هنزل في نفس الطاسة مكان الكوسة. هنزل على طول بالبصلاية والفلفل المفروم ناعم، هنزل بيهم على طول، وهبتدي ان انا اشوحهم كويس جدا لغاية مثلا اخد اللون الفاتح من البصلة. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اول ما البصلة دبلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، انا مش عايزة اغمقها قوي في التحمير، انا حابة لونها يبقى فاتح عشان اخد تيست الطعم بتاعها. بعد كده هنزل عليها ب اللحمة المفرومة. طبعا الكمية على حسب ما انت عايزة. انا هنا استخدمت ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وكان معايا نص كيلو من الكوسة. هقلب اللحمة المفرومة كويس جدا، واول ما اللحمة تتشمع ويتغير لون على طول هبتدي انزل معايا حوالي
3 4 طماطمات كده مخلوطين كويس، هبتدي انزل بيهم على اللحمة. في المرحلة دي انا هنزل بالملح. الملح مش بنضيفه على العصاج الا بعد نزول الطماطم، عشان اللحمة معايا ما تتكتلش. هسيب اللحمة بتاعتي والطماطم على النار يتسبكوا كويس، يعني تتقل كويس. تعالوا بقى نعمل مع بعض بشاميل حلو قوي، كريمي وناعم وخفيف. معايا نص كيلو من الحليب او اللبن، هضيف عليه 1.5 معلقة من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح. بمضرب سلك بقى بالمعلقة، اشتغلي بالمتاح معاكي. انا بس استسهلت يعني حاجة يعني تيسر عليا الموضوع، كان الهاند بلندر قدامي فاشتغلت بيه على طول. بتبتدي تخفقي المكونات كويس جدا لغاية ما تلاحظي ان مفيش اي تكتلات من الدقيق في اللبن او الحليب. نص كيلو من الحليب عليهم 1.5 معلقة من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح. انا عايزة قوام البشاميل اللي معايا ما يبقاش تقيل، يبقى خفيف ويبقى كريمي. عشان قوام البشاميل اللي معاكي يبقى كريمي لازم الحليب يبقى كامل الدسم. بعد ما ضربتهم كويس جدا واتأكدت ان مفيش اي تكتلات من الدقيق، هبتدي انزل عليهم بمعلقة من السمنة البلدي، وبعد كده هرفع على النار. التقليب كله بيبقى على البارد، واول ما اتأكد ان البشاميل اللي معايا بقى تمام ومتقلب كويس، هبتدي ارفع على النار. خطوة مهمة جدا، ما ينفعش تاخدي الحليب والدقيق وتروحي تقلبيهم على النار، لان الدقيق هيتكتل معاكي ومش هيتفك ومش يعني هيبوظ منك. لازم تقلبي على البارد الاول، وبعد كده بعد ما الخليط يتفكك معاكي ويبقى تمام ترفعيه على النار. واهم حاجة عشان تحصلي على بشاميل قوام مظبوط وملمس ناعم، الاستمرار في التقليب على النار، عشان يبقى البشاميل اللي معاكي ناعم ومظبوط، ما يبقاش فيه اي تكتلات. طبعا مستمرة في التقليب، انا مش هفصل في الجزئية دي عشان حابة اوريكم القوام المظبوط اللي انا هفصل عنده النار. طبعا البشاميل اللي احنا بنسيبه على النار لغاية ما يغلي معانا. اول ما يغلي وانتي مستمرة بالتقليب بنطفي النار في المرحلة دي. بصي انا هنا بوريك القوام بتاعه. بصي اساسا هو كريمي ملاحظ جدا، يعني لاحظي قوي في المعلقة نازل معايا كريمي جدا. في المرحلة دي خلاص هو ابتدى يغلي معايا زي ما انت شايفة. هبتدي خلاص اطفي النار بقى عليه كده. تمام، غلى كويس وقوامه مظبوط معايا، كريمي وملمسه ناعم، مفيش اي تكتلات فيه، وتلاحظي ده في المعلقة. خلاص كده المكونات بتاعتي كلها جاهزة. هبتدي اطبق الصينية او الطاجن بتاعي على بعضه. الكوسة معايا جاهزة في الطاجن. هبتدي انزل بمعلقة او معلقتين من البشاميل، اغطي بس طبقة رقيقة جدا من الكوسة، هغطيها بالبشاميل زي ما انت شايفة كده بالظبط. الصينية دي حلوة جدا، او الطاجن بتاع الكوسة بالبشاميل ده حلو قوي ولذيذ، من الاكلات اللذيذة الحلوة، اطفال هيحبوها. يعني من ربع كيلو لحمة مفرومة عملنا وصفة واكلة حلوة جدا. كانت ممكن تتعمل مثلا الكوسة تتعمل بطريقة مثلا الاطفال ما يحبوهاش او كده، فحبينا نعملها بشكل حلو، طعم ممتاز، جوسي كده، وحاجة حلوة قوي لما تيجي تقطعيها. لا حاجة معلقة منها بتوديكي في حتة تانية خالص. هنا خلاص بعد ما حطيت اول رقة كانت الكوسة، وبعد كده طبقة من البشاميل، وبعد كده حطيت كمية اللحمة او العصاج بتاعي. ممكن العصاج ما تضيفيش عليه طماطم وتضيفي لحمة بس هو بيبقى ألذ لما بتضيفي عليه طماطم بسيط. بعد ما فردت كمية العصاج بتاعتي هبتدي افرد كمية البشاميل. بصي البشاميل اللي معايا كريمي ازاي، ملمسه ناعم، قوامه مظبوط. اعمليه بنفس المقادير سواء لمكرونة بشاميل او للطاجن اللي احنا عملناه ده، ان شاء الله باذن الله يظبط معاكي ويبقى حلو جدا. خلاص كده بعد ما عملنا البشاميل وفردناه اتأكدنا ان هو اتفرد كويس. كان عندي تشكيل جبن كده
موجود عندي يعني تركي وموتزاريلا وشيدر. ابتديت ان انا اعمل طبقة من الجبن على وش البشاميل زي ما انت شايفة بالشكل ده. الطاجن ده هيدخل على درجة حرارة 180 درجة في الرف الوسطاني. هولع من تحت بس. ممكن اشغل الشواية في اخر 10 دقايق لو ما اخدتش معايا وش، بس عشان الفرن كان درجة حرارته كانت مظبوطة، فانا محتاجتش ان انا اولع الشواية، استكفيت بالنار السفلية بس من الفرن. هدخله بقى على درجة حرارة 180 درجة. اخد معايا في الفرن بالظبط 30 دقيقة. ما ولعتش الشواية وطلع مظبوط جدا معايا. ما تنسوش ان احنا الكوسة كانت تحتبر محطوطة 3/4، لا ما كملتش كمان، يعني ربع سوا، يعني هي التشويحة بس اللي تشوحتها على النار، وبعد كده بتكمل سواها في الفرن. الشبكة محطوطة في الرف الأوسط، نار شغالة من تحت بس على درجة حرارة 180، وزي ما انت شايفة الطاجن بيغلي قدامك. كانت وصفة حلوة جدا وجميلة، وان شاء الله بإذن الله تجربوها وتعجبكم. لو وصلتوا لغاية هنا بقى في الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واللي لسه مشتركش معايا في القناة ومتابع الفيديوهات فضلا وليس امرا اشتركوا معايا في القناة، وان شاء الله بإذن الله القناة تكبر بيكم، وان شاء الله نعمل مع بعض وصفات حلوة كتير. هنا خلاص كانت استوت. وصفة حلوة وجميلة، وبصي جوسي جدا وطرية من جوه. البشاميل اللي كان مظبوط وقوامها كان حلو جدا. ممكن تعملي جنبيها رز بشعرية او رز ابيض. اشوفك دايما في وصفات كتير.